لكن شلون اتقي؟ شلون مع هذه الاجواء المفتوحة، الشيطان وهذه الوسائل الموجودة؟ يوم من الايام يأتي شخص الى الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول له سيدي على ماذا بنيت امرك؟ لاحظوا، يقول له على 4 أشياء. علمت ان الله مطلع علي فاستحييت. هاي هو قضية مهمة، نخليها امامنا ايها الاخوة. كل تصرفاتنا هي الله عز وجل مطلع عليها. ألم يعلم بأن الله يرى؟ أنا حينما والعياذ بالله أكذب أو تصدر الغيبة مني أو أرى المرأة الأجنبية أو أختلي وياها، يعني الله ما موجود؟ علمت أن الله مطلع علي فاستحييت. وعلمت أن آخر أمري الموت فاستعددت. كل واحد يكون يموت، اكو واحد ما يموت؟ احنا عندنا بالاصول ما من عام الا وقد خص، يعني كل قضية عامة لها مخصصات، لكن هالقضية العامة ما لها مخصصات. كل من عليها فان ما لها مخصصات، ما لها. الكل لابد ان يموت، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لكن واحد يكون يفكر لمن يضعوه في تلك الحفرة المظلمة الضيقة التي لو أوسعت يد حافرها لأضغطها الحجر والمدر ولسد فرجها التراب المتراكم. شنو جوابي؟ يعني ما اكو، ما يضعوا، ما اموت، ما يضعوني في القبر، مش احضر انا من جواب؟ هذا انسان يكون يخليه بذهنه. اذا خلاه بذهنه هذا يأثر هوايدي ايها الاخوة الاعزاء. لذلك النبي يوصينا يقول اكثروا من ذكر هادم اللذات. قيل له يا رسول الله وما هادم اللذات؟ قال الموت. هذه قضية هواي مهمة. هذا الشيء الثاني. والشيء الثالث وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فاجتهدت. مو اكو بعض الناس تشوفه ما يصلي يقول بعدين انا اكتب بالوصية يصلوا لي، ما يصوم بعدين يصوموا لي، ما يحج يحجوا لي، ما يخمس هذا شنو؟ وانت مطلوب منك هذا الشيء، ومنو قال يسووا لك بعدين هذا الشيء؟ انت ما دام موجود الان انت استفيد من اموالك. كل واحد هو خليه يستفيد. بذمته صلاة خليه يصلي من هسه. ما معلوم الان انا اطلع برا، ها اقدر اقول اطلع السلام باقي انا الان اطلع لي برا؟ لا ما اقدر اقوله ان شاء الله، بس شنو ما معلوم. هذا يكون واحد يفكر به ايها الاخوة. اذا كل واحد يكون يرتب امره، يستعد، كل واجب الذي عليه يقضي. لا يقول بعدين ما معلوم. لا تعتمد على الورثة ما معلوم. انت الذي ما سويت تتوقع من الورثة يقومون بهذا الشيء. وعلمت ان عملي لا يعمله غيري فاجتهدت. وعلمت ان رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت. جيد. اذن القضية الاولى ايها الاخوة، ترى احنا التصميم من عندنا لابد ان يصير. الى جنب هذا التصميم القضية الثانية الطلب من الله عز وجل. دائما نطلب من الله في كل يوم. تقعد الصبح يا رب احفظني واحفظ عائلتي، انا ضعيف، عائلتي ضعيفة. اذا تريد تتركني يا ربي الى نفسي، هيك انا خسران.